هلا والله معاكم داي. بسرعة بسرعة ما في أي وقت، هاي أجمل التعليقات من آخر مقطع، وشكرا كتير على دعمكم في آخر مقطع، والله بحبكم وكل الكلام الجميل هاد. وخلونا نبدأ المقطع على طول. موضوع اليوم عن جد كتير غريب، لا يعني كتير غريب، مرتين غريب، 3 مرات غريب، لأني لقيت مقابلة وأنا عم بقلب بالإنستغرام. مستحيل تصدق إنه مقابلة بين بنت وشابين، أو مقابلة مع بنت وشابين. يعني كيف بدي أشرحها هاي؟ يعني والله ماني عارف كيف بدي أحكي لكم إياها، بس يعني بنت متزوجة وبتطلع مع حبيبها القديم اللي بتسميه الإكس، لا وزوجها بيعرف بهذا الموضوع كامل وما عنده أي مشكلة. والله الموضوع رفع ضغطي حرفيا. أنا عارف إنكم مستغربين، بس حتى أنا أول ما شفت بداية المقابلة بس استغربت حرفيا، وقلت لازم انزل مقطع عن الموضوع، لانه حرفيا الموضوع غريب، والموضوع كمان بيني وبينكم بيجيب مشاهدات، فليش لا؟ خلوني اورجيكم حتى تفهموا قصدي، يعني اورجيكم المقابله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما شاء الله. مرحبا. هلا. مرحبا. يا ميت اهلا وسهلا. بس تعرفينا على الشباب؟ زوجي والاكس. مع بس عيدي. زوجي والاكس القديم، وهلا صار رفيقي وعادي. هيك عادي. زوجة حضرتك؟ الاكس. الاكس انت. هاي. حضرتك؟ زوجة. ها دقيقة باين انه في غلط بالموضوع. اول شيء هذا الشاب الصغير اللي قالت عنه زوجة، كيف انت زوجة وباين عليك لساتك بالمتوسط؟ يعني اكثر شيء صف 7 أو 8، هاي اكثر شيء. حرفيا ماني فاهم، يا اما انك مخطوف ومو مسترجي تعمل شيء عشان ما تروح فيها، يا اما انا حرفيا يا اخي مخي صاب وقرب. كيف يعني بتلاقي شباب عمره 17 سنة 16 سنة عنده لحية كاملة وشنب وكل هاي الامور، وشاب عمره 20 سنة 22 سنة لهلا ما عنده شنب يا رجال. اوكي بس خلونا نكمل نشوف اخرته مع المقطع. تمام. مستغرب ليه؟ اكيد يستغرب، اول مره بشوف هالموقف. ها ليش مستغرب؟ ليش مستغرب؟ عم تسألي كمان ليه مستغرب؟ اكيد راح يستغرب، يعني بنت عادي لو تتزوج واحد، بس تكون متزوجة 2 هاي اول مرة بشوفها بحياتي. لا ويا ريت متزوجة، يعني متزوجة واحد وعم تطلع مع شاب ثاني وزوجها عادي، يعني ما عنده اي مشكلة بالموضوع. يعني بالله تخيلوا لو انه هاي البنت صارت حامل، حملت من ولد، تمام؟ الولد لمين؟ حرفيا مين ابوه للولد؟ يعني الولد بيولد بيقولوا له والله عندك ابين. اقسم بالله ضياع، والله انه ضياع. خلونا نكمل بالله، الله يعيننا على هذا القرف. بس كانت حبيبتي وتركنا بعض، وهلا انا بتيجي عندي على البيت استهراء طلعات فوتات عادي يعني. انه هيك عادي؟ ايه عادي بقول لك حلو. وحضرتك موافق تمام على عادي انه تعمل شيء تعمله قدامي احسن ما تعمله وراي، عادي يعني. حلو، انت موافق وامورك تمام. ها كيف يعني شيء تعمله قدامي احسن من وراي؟ انا متاكد انك فاهم هاي المقوله غلط، او فاهم هذا الشيء اللي بيحكوه غلط. بعدين انت متاكد انك رجال؟ والله بديت اشك فيك اقسم بالله. يعني عادي عنده ان زوجته تخونه، بس المهم تخونه قدامه، اما وراه لا 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 لا، هاي مصيبه كبيره. كيف بتخونيه من وراه؟ لا اما قدامه عادي ما في اي مشكله. يعني روح لعنده قولي له والله انا بروح بخونك مع الاكس تبعي، عادي ما عنده اي مشكله الرجال. والله غريب. انت حرفيا لازم تاخذ معنا ختم ديوث، هذا الختم لسه ما اعطته لاي حدا. بعدين بس عشان تفهم مقوله انه اوكي خلونا نشرح شيء، انه الاباء لما يكون عندنا اولاد ويبدا الولد يتشيطن شوي، يحاول يدخن يعمل اشياء، فبيجيب هذا الولد بقول له سوي هذا الشيء قدامي عشان يكسب ثقه الولد، ويصير الولد يحكي له كل شيء، يعني يتقرب الولد من الاهل. هاي هي. فبقول لك خلي ابني يعمل الشيء قدامي احسن ما يعمله من وراي ويعمل مصيبه او كارثه اكبر. اما بحالتك انت فالمفروض ما تقبل يا حبيبي، يعني لازم اعلمك انا الرجوله ولا كيف؟ المفروض ما تقبل سواء قدامك ولا وراك. خلونا بالله نكمل. كل شيء تمام رواق. ليش مستغرب؟ عادي يعني، حبينا بعض وتركنا، وكل يوم بطلع لعنده على البيت وبنسهر وبيستأذنوا على اساس يعني، وفهيك وبنروح وبننبسط وهيك شيء على كيفك يعني. رواق الحياه، عايشين حبيتوا بعض وتركتوا؟ طيب ليش حتى تتركوا؟ ليش حتى تتركوا اذا كنتوا لسه بتحبوا بعض وبتطلعوا مع بعض؟ انا ماني عارف، يعني هو كان بحبها وهي كانت بتحبه، بعدين قال لها اسمعي لو قال لك روحي تزوجي وبعدين تعالي. الو ما في منطق، ما في منطق بالموضوع ابدا. انا والله ماني عارف ليش انا مقهور مع انه ما لي علاقه بالموضوع. يعني انا علي ان انزل مقطع اجيب مشاهدات والسلام عليكم. طلعات فوتات مثل ضراير يعني، او ضراير او شيء يعني. هذا ضرتك، هذا هو تماما انت ضرته. هو ضرتي وانا ضرتي. والله هاي سمعة جديدة، يعني هاي شوف لأقول لك هاي أول مرة بحياتي بسمع. كل ما أشوف شيء غريب بحكي خلاص ما في شيء أغرب من هذا الشيء اللي شفته، وفجأة بيطلع لي شيء أغرب منه. قال لك شو؟ قال ضراير. خلونا نكمل. انت مبسوطه بهذا الجو؟ طبعا كل شيء فري، كل شيء على كيف، مرتاحه وكذا وامورك جاتو وكل شيء رواق. شو؟ تيجي عند ولا شو تساله بنزول تيجي عند عادي انه انت مثلا ما بتغار منه او شيء او كذا؟ انه عادي يعني، موضوع تعودت عليه. ما بتغار عادي يعني صار موضوع تعودت عليه يعني. يعني امورك تمام. حضرتك انت ما بتغار منه اذا؟ لا حتى غار منه، كانت حبيبتي
وتجوزت عادي يعني، ما المشكله. وضلت مثل ما كنا، بس وطلعت فوتات وعادي. لا عادي، ها تعودت. والله انت فيك شيء غلط. كيف يعني تعودت؟ يعني لازم تغير الاعدادات اللي عندك. حرفيا الاعدادات اللي عندك اعملها ابديت على الاقل. ما في شيء صح بالمقطع كامل يا رجال. هو اوكي اول شيء ما كان متعود كيف انه مرته عم تطلع مع حدا تاني، بعدين خلص تعود على الموضوع عادي صار. يعني كل شيء بدي اياه عم يجي لعندي. شو ارفسها للنعمه مثلا من الاثنين عم استفاد انا. لا شو لا صاحبي طبعا. نعم صاحبي. لا ما فيك ترفسية طبعا، ما فيك ترفسية، بس شوي بعد اذنك. هلا اكيد ما فيك ترفسية للنعمة. نعمة؟ وين النعمة بالموضوع؟ ماني فاهم انا. النعمة انك تعمل حرام؟ وين النعمة بالموضوع؟ بتقول لك ما بدي ارفس. النعمة عن اي نعمة عم تحكي؟ والله هدول يمكن اكثر 3 اشخاص بشوفهم متصالحين مع بعض بحياتي كامل يا رجال. والله بصراحة مصيبة لو هاي الاشكال كثرت، لانه حرفيا ما راح يكون في شيء اسمه جريمة شرف. خلص بتنقرض حرفيا. طبعا يعني هلا وين رايحين؟ انتم؟ رايحين انا وياه مشوار، هو حابب يشرب مي من عنا وياكل ويروح بعدين على شغله، وانا وياه بدنا تسهروا كلياتكم سوا وبعدين بتروحوا؟ لا هو بده يطلع يتغدى وانا وياه نسهر سوا. هيك بده يروح على شغله. بيطلع بيتغدى عنا تماما، بخلص غدا بنقعد شوي، انه بتطلع هي وياه بيروحوا بيسهروا وانت ايوه بيطلعوا كذا هيك، واخر اللي بوصل برجع على البيت. والله لو المقابلة هاي صح معناها يوم القيامة قربت. انا والله مو مصدق الشيء اللي شفته. ليش من قوة الشيء اللي شفته شاكك انه يكون تمثيل؟ يعني كلياتهم يكونوا متفقين ومنزلين المقطع عشان المشاهدات، يلا جبنا مشاهدات وخلص. انا والله خلص بروح بحفر مع ياجوج وماجوج، خليهم يطلعوا يريحونا من هاي الاشكال. والله ماني عارف شو بدي اعلق اكثر من هيك. يعني راح اترك لكم التعليق تحت بالكومنت، انزلوا وعلقوا على المقطع، اعطوني رايكم بالموضوع. اغرب شيء شفته بحياتي لحد الان. وبس والله لا تنسوا رابط حسابي بالانستغرام بتلاقوه تحت، روحوا تابعوني هنيك، بنزل فيه اشياء مهمة واشياء غير مهمة واشياء هبل. يعني روحوا تابعوني ليش لا، شو وراكم. وبس والله حط لايك على المقطع واكتب كومنت جميل مثلك، وخلونا وصل هذا المقطع 150 لايك بس هيك، ما في اي سبب. وشكرا على دعمكم المستمر. ها معكم داي وبيس. والله انا بروح بدور على ياجوج وماجوج، خلي يريحونا من الاشكال. حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا.